السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل حاجة عملناها قبل كده، بس احنا هنعملها بقى ولا فراخ ولا لحمة ولا اي حاجة. هنعمل الرز بالبسمتي بشوية البهارات وخلاص على كده. يبقى نسمي الله ونسمي على رسول الله. حطينا شوية زيت ورحنا جايبين بصلة ناعمة كده خرطناها، ونروح نازلين بيها كده في الايه الزيت، وعليها حتة ايه سمنة بلدي كده. ونبدأ ان احنا نقلب في البصلة لحد ما تدينا اللون المطلوب اللي هو اصفر كده اهو. ما شاء الله البصله تبقى ناعمه كده وجميله اهو. يبقى بدا ينعم يدبل معانا البصل، واحنا معانا برضو واحنا مجهزين البهارات بتاعتنا هي اللي هو الليمون المجفف وعود الجلفه وورق الغار اللي هو ورق اللورة والكاري اللهم صل على سيدنا محمد، والكركم والكمون والفلفل الاسمر والاسمر وملحنا. نجهز بهاراتنا دي. وطبعا انا قلت لكم كم مره لما بقوم من النوم على طول بروح مكمل الرز، فحتى لو انت جايبه النوع اللي هو الرخيص شويه فالحبايه بتبقى كبيره وبتميج معاكم 100 100. هنروح مولعين على الشوربه. يبقى بما ان احنا عملنا الرز البسمتي معانا كم مره، فانا لقيت واحده او اتنين بيطلبوا مني الرز البسمتي بقى من غير خضار، من غير زبيب، من غير سوداني، من غير اي حاجه. فقلت والله اللي عاملاه لو احنا عاملينه مع بعض كده حاجه بسيطه على قد الرز بس وشويه البهارات. ورحت بقى اقلب في البصله كده لحد بصوا جرب ما لونها يعوز الايه اللون المطلوب. جرب بس تصفر هي. اروح نازله معايا بالبهارات وهي اهي نازله بيها كده عشان الكركم ياخد اللون الايه المظبوط ينجرح يعتبر في الايه في السمنه والزيت اللي انت حاطاه اهو. عود الجلفه دي بقى بيخليه جميل. شايفين الريحه ممتازه وزي العسل اهي. اللهم بارك حاجه زي العسل ما شاء الله. واروح جايبه طبعا الرز. بصوا انا جايبه يعتبر كيلو الا ربع رز. شايفينه بسم الله ما شاء الله. الحبايه طولت ازاي علشان انا خمرته حوالي 3 4 ساعات. واروح نازله بيه كده اهو. يبقى كيلو الرز كيلو الا ربع رز ممكن تحط عليه لتر وربع او اكتر كمان ميه. يعني انت يبقى عندك معياري كده وتروح. اللهم صل على النبي. ريحته جميله جدا وزي العسل لما تحط البهارات في الايه في البصله والحاجات دي اه زي العسل ما شاء الله. في الوجه ده انا حاطه شايفينه اهي غلت اهي. اروح طافيه عليها كده ونازله عليها بالايه دي بقى. انا عامله ايه بطه حلوه كده بس ايه خدت الشوربه بس علشان ايه بحب الرز البسمتي ريحه ايه فرش ما شاء الله اهو. شايفين الميه لازم تكون مغطياه يعني غطا كامل اهو. بصوا هنحط شويه شوربه تاني حطينا بسم الله ما شاء الله. شايفين مع ان خمرين 3 4 ساعات بس بصوا لازم الميه لازم هو مش يكون ظاهر من الميه كده اهو اهو. يبقى احنا كده حاطين الجعد بتاعه المظبوط، حاطين البهارات بتاعته 100% اهي ما شاء الله زي العسل اهو. الكركم بتاعه حاطه كيلو الا ربع، حطيت يعتبر معلقتين كبار من دولي كركم اهو، والليمون المجفف والورق اللورة وحاجه 100 100 هي. نغطي عليه بقى ونوريكم احلى رز بسمتي من غير تكاليف من غير مخاطر لاحلى ناس. احنا قلنا مطبخنا لازم يدل على التوفير وعلى الحاجه اللي هي المريحه اللي مش هتخسر حبايبي الحلوين. يلا نغطي عليه كده هيفور بسرعه ويسوي. اوريكم احلى ايه رز بسمتي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا حاجه والله تفتح النفس ما شاء الله. بصوا يعني وطيت عليه هديت عليه النار يعني. بصوا والله بصي جميل. بصي ما تخمريه من بدري. بصي الحبه طويله ازاي تحس ان هو من اللي هو الايه اللي الكيلو ب 100 انما دي الكيلو ب 70. حاجه بصوا والله العظيم جميله اهي ما شاء الله زي العسل. كل ما تزودي له ميه كل ما تكسبيه، كل ما يبقى الحبايه طويله كده وتحسي ان انت ايه جايبه من النوع اللي هو الايه اللي هو الفاخر الحلو يعني ما شاء الله زي العسل. هو نسيبه 5 دقايق كده او 7 دقايق كده يستوي. بسم الله ما شاء الله والله حاجه تفتح النفس. يمكن انتوا شايفين ولا مكسرات ولا اي خساره خالص. وما شاء الله حبه الزيت وحبه البهارات والبصلايه ما شاء الله زي العسل. عملنا فيه ريحه بقى صينيه فراخ بسم الله ما شاء الله جميله. يستوي كده ونغرف ونشوف احلى منظر رز لاحلى ناس. وجمعه مباركه علينا ان شاء الله ويعود علينا الايام بخير يا رب مع بعض كده وبصحه وبامان ان شاء الله. يبقى بسم الله ما شاء الله كده خلاص. يلا مع بعض نغرف. ما شاء الله حاجه بصوا والله العظيم حاجه تفتح النفس اهي ما شاء الله زي العسل اهي. الله رز بصوا والله في منتهى الروعه. بصوا بصي سايح سايحين اهو
متخمر فتره طويله، واخد راحته في السوا، مكترين له ميته، حاجه جميله خالص، حاجه كده 100 100. بألف هنا وصحه يا رب تجربوه كده وتقولوا لي رايكم. فيديوهاتنا زي ما قلنا على قد الايد كده، يا رب تنولي اعجابكم كده يا ربي، وابطيكم حسن ظنكم على طول كده اهو ان شاء الله. يلا بقى نحضره كده ونوريكم على الايه، على الرخام. يبقى كده بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الرز خلاص كده، شايفين اللمعه اللي فيه جميل ازاي، ولا مكسرات ولا اي حاجه، في منتهى الروعه وجميل. يا رب تجربوه وتقولوا لي رايكم، حاجه جميله خالص، حاجه على قد الايد كده، بالف هنا وصحه. يا رب تنولوا اعجابكم، وزي ما تعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله، ومع الف سلامه حبايبي الحلوين، اسيبكم في رعايه الله وامنه.